بك عايزين مشاهد في حلقه مخابرات جديده، واللي برضه المفروض ان احنا بنتكلم فيها عن البناء لريسل مانيا واللي مش موجود اصلا تقريبا. هنبتدي كده على طول بعرض سماك داون وفقره سي ام بانك. دخل كده هايس كتير جدا مع الجمهور وقال ان هو خلاص كده هيكون في الحدث الرئيسي لريسل مانيا، والجمهور قال له انت تستحق والكلام ده كله، بس قال لهم ايوه انا استحق، انا عارف انا عملت ايه كويس وعارف ان انا استحق، انا عملت كل حاجه ممكن تتعمل، والكل كان بيقلل مني كمصارع وقالوا لي كفايه كده عليك، انت مش هتعرف تعمل اي حاجه تانية، بس انا هو دلوقتي قدامكم وكل حاجه اتغيرت. وقال انه مش قادر يستنى لغايه لما يدمر رومان رينز وسيس رولينز في الريسل مانيا. لكن بعدها بتدخل له بوليمان وقعدوا يحبوا في بعض شويه كده، وقال له ده مكانك هنا، ده مكانك يا معلم في الحدث الرئيسي للريسل مانيا. وبوليمان قعد يحكي القصه من الاول وقال له انت كنت في حرب كبيره جدا مع درو ماكنتاير وطلعت منها مهلك خلاص متدمر، وما كنتش هترجع قريب غير لما انا طلبت منك انك ترجع وتقف معايا. فقعد بقى يشكره كتير جدا وقال له قول لي الخدمه اللي انت عايزها، يعني لخص معايا كده وقول لي الخدمه اللي انت عايزها يا عم. بس بوليمان قال له ان رومان رينز لسه ما جاش. فسيم بانك قال له يعني ايه ما جاش؟ معلش انت عايز اقول لك انت كده بس يعني ولا ايه؟ لا ما ينفعش، لازم اقول قدام رومان رينز معلش. وبس كده المفروض بقى النهارده نعرف ايه الخدمه المفروض. وبعدها ماتش ليه فينيكس اللي هو مصارع جامد جدا من لوتش دورز طبعا ولسه جاي الشركه دلوقتي. يلا يا باشا تعالى لعب دريسان فريزر بطل اليكس تي، وماتش بصراحه يعني ممتع لدرجه غريبه جدا. اللي هو ايه الحلاوه دي يا جدعان؟ ايه الحلاوه دي؟ صواريخ يا جدع، الاثنين بتحسهم كده بيتسابقوا. بصراحه ماتش كاداء كان جبار جدا واداء عالمي، وانتهى فوز ليه فينيكس ودي حاجه متوقعه اكيد. وبعدها ماتش تبع توجا ضد ال نايت واللي كان ماتش كويس جدا، بس انتهى فوز ال نايت بعد حتى تدخل سولو سكويا، اللي هو حتى تدخل مش عارف يتدخلوا. يا عم اعتزل يا عم اعتزل يا عم وريحنا. وبعدها المذيع البارد ده بيغطي طبعا على بوليمان في الكواليس وبيقول له ايه بقى فين رومان رينز يا معلم؟ وايه الخدمه اللي بيقول عليها دي؟ هو في ايه بالظبط؟ تحس لو جاي يكتشف معانا، اللي هو يا ابني مش هو قال يا ابني انت جاي تكتشف دلوقتي؟ لغايه بقى لما وصل رومان رينز، بس ما طلعش رومان رينز، طلع احساس رولينز كده وقعد يغص بوليمان شويه وقال له الحكم موجود النهارده يلا يا عم. وبعدها ماتش الدي اي واي ضد الماشين جن، واللي يكسب بقى ينافس على اللقب مع الستريت بروفيتس. ماتش بصراحه كان حلو جدا وانتهى بفوز الماشين جن. وبعدها بنلاقي نيك الدس دخل كده وقال لك ان اي حاجه بتحصل هنا اوعى تقلدوها في البيت. وبعدها قدم كيفن اونز وقال لك انه عايز يتكلم عن حاجه مهمه، ودخل كيفن اونز وحاجه غريبه جدا بتحصل. دخل وقال انه بيلعب لاكتر من 20 سنه وعمل حاجات كتيره جدا يقدر عليها وما يقدرش عليها كمان. وقال ان 4 شهور كده هو مصاب اصابه في رقبته وما كانش عارف ايه سببها، بس دلوقتي عرف السبب ولازم يضطر يعمل عمليه والوقت ده جدا قبل ريسل مانيا، فكده مش هيعرف يلعب ضد راندي اورتن. انا قلت بصراحه دي اشتغاله، بس دخول نيك الدس في الموضوع اكد لي ان فعلا الحوار فيه جد، وقال ان هو بجد مش عارف هيرجع امتى، بس شكر الناس كويس جدا. وبعدها دخل له راندي اورتن واللي اداله الامان وسابه يمشي كده، بس طلع بقى ونيك الدس قعد يقول له انت كده مالكش ماتش في ريسل مانيا بقى، خلاص هنعمل ايه بقى؟ اما راندي اورتن بيديله الار كي او الثانيه اللي كان متفق عليها من اكتر من سنه ونص، قال له دي فلوس 2 ار كي او هي دي الثانيه بقى. وبس كده فعلا كيفن اونز مصاب اصابه في رقبته، ودي مش سيناريو اطلاقا، لا ده بجد مش بيهرب بيها وخلاص من راندي اورتن، لا ده اصابه بجد. فكده لازم بديل بقى لراندي اورتن واللي لسه مش معروف لغايه دلوقتي. وبعدها ماتش بروس تومان ضد جيكا فاتو اللي كان من نوع لاست مان ستاندنج. ماتش كان كويس بصراحه، بس باين على بروس تومان ان هو تقيل شويه، مش في افضل حالاته يعني، اللي هو بينهى كتير جدا وخسر اصلا من جيكا فاتو. وبعدها وصل بالسلامه عم رومان رينز ودخل الحلبه كده وسال بوليمان على سين بانك وقال له بص انا عامل معاه ايه ده، انا عايز اخلص منه يا عم. وقال بس خلينا نقول شويه اسرار لشيكاغو كده. بص يا جماعه سين بانك ما كانش هيرجع اصلا من غيري، وما كانش هيروح الحدث الرئيسي للريسل مانيا من غيري برضه. هو لعب ضد اساطير كتير جدا بس عمره ما قدر يوصل لهناك، واستدعاه كده، بس اللي دخله كان سيس رولينز. دخله عم سيس رولينز وقال له بص انا مش عارف ايه الدين، بس هو اكيد حاجه هتصدمك كده وتخرجك كده للعالم بتاعنا، حاجه زي اللي حصلت لك السنه اللي فاتت في ريسل مانيا فاكرها، بس انت قعدت تستهين بسين بانك وانا قلت لك يا عم نخلص منه، وانت بقى ايه شغلت معاك في سيرفر سيرس وبوظت الدنيا. ورومان رينز قال انا مستحيل اثق فيك ولا حتى في سين بانك، بس انا واقف اللقطه دي علشان وعدت وعد رجاله. عشان بعدها بيدخل سين بانك وقعد يهري كتير جدا عن ذكرياته مع بول هيمن، وقال من الاخر كده خدمتي هي ان بول هيمن يكون في زاويتي انا مش زاويتك انت في ريسل مانيا. ورومان رينز طبعا استهزأ وقعد يضحك قال له هو ده طلبك؟ يعني هو ده اللي انت عايزه اصلا؟ اكيد هو اصلا مش هيوافق، وقال لي بول هيمن يلا ارفضه يلا خلصني يلا. فبول هيمن قعد ساكت كده وما ردش، ورومان قال له يلا ارفض خلصنا، قام بول هيمن قال له مش هقدر ارفض. ورومان رينز اتعصب جدا وكان جاي يضرب بول هيمن، بس سين بانك دخل طبعا ضربهم، وسيس رولينز كان في عالم تاني عمال يضحك ويتكل على الله، وبول هيمن قاعد زعلان. ايه ده بقى؟ يعني هو ده الدين اللي انت واجع دماغ ابونا بيه يا اخي بقالك اكتر من 5-6 شهور؟ هو ده الدين؟ انت عايز مني ايه يا عم بانك؟ وحياه ابوك انا عايز صحتي. ايه ده يعني عشان ليله واحده تقرفنا 6 شهور؟ يا عم في ايه يا عم؟ حاجه غريبه جدا يا اخي. كل حاجه بتقول لك وبتبين لك ان الدين ده حاجه كبيره قوي هتحصل ممكن تغير الحدث الرئيسي اصلا لريسل مانيا، لكن ان ده يحصل فمش عارف ايه ده بصراحه. يعني اقصى حاجه ممكن تحصل ايه؟ يعني خيانه بوليمان لرومان رينز عادي يعني مش جامده. فبس يا عزيزي ده عرض سماك داون واللي بالنسبه لي عرض اقل من المتوسط بصراحه، عشان فيها ايه كام حاجه
حاجه مش منطقيه وكام حاجه بالنسبه لي كان ممكن تبقى اجمد. وهنشوف بقى طريق ريسل مانيا اللي مش باين له معلم ده ايه اللي هيحصل فيه. ونيجي بقى كده لعرض الرو. العرض نصه كان يعتبر سيدات فكانت حاجه صعبه جدا بصراحه. فهنخش كده على ماتش ال دبليو والامريكان ميد مع شات جيبل اللي بيستعبط. ايه الحلاوه دي بجد، ماتش بصراحه ممتع لاقصى درجه بصراحه. ماتش بجد كان خرافي. بس انتهى فوز امريكان ميد مع امريكانو ده اللي هو اصلا شات جيبل وبيستعبط بس ماشي. وده بسبب ان هو قدر يغش في الماتش وحط حديده كده في اورته. وبعدها فقد جونسر اللي دخل بس دخل له جي اوسو على طول. لا قبل ما تتكلم كده قال له انت عندك صح بتكلمها اكيد وانا كمان عندي وبكلمها عادي. بس كلمتني بعد اللي حصل لاخويا الكبير وقالت لي هو ليه متعور وليه في المستشفى. وقال له هي كمان سالتني سؤال صعب جدا، قالت لي انت ليه ما ساعدتوش. وكنت بصراحه ما خبيتش عليه قلت لها انا كنت خايف منك يا جونسر. انا شفتك وانت بتدمرهم وما كنتش عارف اعمل اي حاجه ودلوقتي انا متضايق جدا. انت خلتني ابقى ضعيف. بس انت عارف انا ادركت بصراحه ان انا مش خايف منك اصلا. وقبل رسم مني كده سلم على عيلتك كلهم كده وبصوا عشان انا هدمرك وهاخد حقي وحق اخويا وحق العيله وهاخد البطل في ريسل مانيا 41. وجونسر اصلا ما ردش عليه وما اتكلمش وجي اوسو اتكل على الله وخلصت الفقره. طب ده ايه لازمته؟ علشان بس يقول لك ان جي اوسو يعني عنده كلمتين بيقولهم، يعني لو انا عايز اخد حق عيلتي ودخل الموضوع في موضوع شخصي. هي كده عداوه تعبانه اصلا. وبعدها مستر في الكواليس راح لادم بيرس وقال له انه عايز يلعب ضد امريكانو ده اللي هو تشات جيبل اللي بيستعبط في ريسل مانيا. وادم بيرس وافق طبعا وبقى ماتش رسمي كده في ريسل مانيا. وبص الماتش ده هيكون ماتش جامد انا متاكد. وبعدها ماتش نيو داي ضد الوريدرز على لقب الفرق. ماتش عادي جدا خلص بالديكيو اصلا لصالح نيو داي بس دمروهم بعد كده. وبعدها ماتش دومينيك ميستيريو ضد بنتا جونيور. ماتش كان حلو بصراحه ودومينيك كان عامل اداء محترم بس خسر من بنتا جونيور اكيد كلنا عارفين الكلام ده. وبعدها كارليتو دخل واتلم على بنتا بس يدخل بروم بريكر ويدي لكارليتو واحده سبير يا جدعان خارقه. دي تقريبا اقوى سبير شفتها في حياتي اقسم بالله. يعني ايه ده ايه الحلاوه دي يا عم. وعطى واحده لدومينيك وواحده لبنتا جونيور وفضل واقف كده لغايه لما دخل فين بالر وضربه. بس برضه بقى اهدى عليا عشان وفق له وفين بالر طلع يجري منه في الاخر. وتحدد كده اصلا ماتش رباعي ما بينهم اساسا كده في ريسل مانيا. وهنشوف بقى اللي ممكن يحصل وهل اللقب ممكن يتاخد بالفعل ولا لا. وبعدها الحدث الرئيسي واللي هي فقره بولهيمن دخل كده وقال ان مبدئيا كده ولاو كله لرومان رينز. وتاني حاجه انا دايما هكون صاحب الافضل في العالم سي ام بانك. ولسه هيكمل كلامه بس دخل له بقى سيس رولانز. دخل وقال له انت حكايتك يا عم، انت عايز تبقى مع مين؟ انت ايه؟ انت بتحاول تقنع الكل انك مع الاثنين بس انت اصلا مش مع حد. وعارف انك هتقولي رومان رينز بيحبني وساعدني بس هو مش مهتم بيك اصلا، هو بيستغلك وخلاص. ده غير كده ان هو مش بيحترمك ومش بيقدرك. وحتى بعد ما خسر بريس مانيا مشى وسابك مع بروتلان الجديد يدمروك. سابك تتدمر قدام عيلتك وعيالك. بس مين كان موجود؟ سي ام بانك مثلا. هو خرج اصلا من الشركه وساب الشركه وسابك انت كمان وما خدكش معاه. ولما رجع ما رجعش عشانك انت، رجع علشان نفسه. وحتى في الور جيمز لما اتحالف معاك هو اتحالف معاك علشان نفسه، عشان هو عايز منك خدمه. هو عايز يستغلك وخلاص. وبانك مش صاحبك ومش بيحب حد غير نفسه. انت صعبان جدا عليا بصراحه. انت احسن حاجه ممكن تعملها انك تسحب نفسك من الحوار ده وتسيبنا احنا الثلاثه نخلص امورنا مع بعض. انا هخرجك من الموضوع دلوقتي حالا بسطمب سريعه كده ونخلص الموضوع. ومفيش اصلا اي حد هنا ممكن يساعدك. فاخلص كده قول لي ثمنك كام؟ زقه ولا قلم وضربه بالقلم كده وقعد يزق فيه شويه بس وليمان زعق فيه وقال له ما تلمسنيش. وسيس رولانز هاجم عليه بس فجاه كده بيدخل سي ام بانك واللي بيفضل يدمر في سيس رولانز. بس سيس رولانز بيشغل دماغه عليه وبيعمل له ستومب بيدي عليه تماما بتدمره. وكان جاي يعمل له ستومب كده بس ما عملهاش وقال له انت كده بتدلي بدين، انا كده ليا خدمه عندك انا كمان يلا. وبس كده. يعني هنفضل كده لغايه امتى؟ يعني هنفضل كده لغايه امتى في حوار الدين وحوار الخدمات ده؟ في ايه؟ فقره ممتازه جدا بصراحه بس مش معروف لغايه دلوقتي هم قصدهم ايه بيها. الفكره ان الفقره حلوه جدا وكل حاجه بس هل بقى هم قصدهم لحاجه كويسه ولا حاجه هتبوظ الماتش اكتر؟ ده بقى اللي هيبان في العروض الجايه واللي هتبين لنا كل حاجه اصلا. هي بصراحه كانت فقره جامده جدا وعرض روم متوسط. مش هقول لك ان هو حتى جامد، لا هو متوسط بصراحه اللي هو خدها عرض وخلاص. انا شايف ان بناء السنه اللي فاتت في كل العدوات كان احسن من كده بكتير بصراحه. هنعمل ايه بس يا عزيز مشيت؟ هنعمل ايه؟ ده كان عرض رو. نيجي بقى نعمل اخبار مع حسام كله. عامل ايه يا عم حسام؟ يا ابني وانا مش قلت لك انت مالك؟ بتتدخل ليه؟ ادينا طب اي حاجه. سيس رولانز طبعا كان شايل عرض رو على كتافه لفتره كبيره جدا. بس المشكله بقى ان الشركه نزلت بوسترات عرض رو بتاعت نتفليكس وسيس رولانز مش موجود اصلا في الصوره. يعني رغم ان واحد من اهم نجوم عرض الرو اتشال كده عادي من العرض ولكنه موجود. الغرابه في التوقيت بصراحه ان رولانز اصلا دخل رسم 41 في ماتش ثلاثي مهم فلازم هو يكون في الاحداث اساسا، لازم يكون موجود. وطبعا الناس ما سكتتش وقعدت تهاجم الموضوع جدا جدا على السوشيال ميديا. ولغايه دلوقتي مش معروف هل الشركه بتمهد لحاجه تانية ولا ده مجرد غلطه بسيطه من الشركه او من اللي عامل البوستر. يعني هل سيس رولانز مثلا هم مخططين له لحاجه تانية اصلا يتنقل مثلا ولا يحصل له اي حاجه ولا ده اي كلام وخلاص؟ طب معاك بقى حاجه تانية ولا ايه؟ زوروكا من ساعه لما ولع الدنيا كده في بدايه السنه واتكل على الله ما ظهرش تاني. لو من الميشن شيمبر لغايه دلوقتي لو داخلين في شهر ونص هو ما ظهرش. ما فاضلش حرفيا غير اقل من اسبوعين على ريسل مانيا. طب انت هتظهر امتى؟ البناء فين يا عم؟ روك فين البناء؟ عماديب ميلتزر قال لك بقى انه شاكك ان الموضوع ده وراه حكايه كبيره قوي. قال لك ان لغايه دلوقتي ما فيش اي حاجه اتذكرت عن الروك ولا اسمه اتذكر حتى. ما فاضلش غير اسبوعين بس على ريسل مانيا واقل من اسبوعين كمان. وقال لك ان الصمت ده ليه معنى كبير قوي ان الروك اصلا ما بقاش يتذكر في البرومات الاخيره. يعني اصلا مش بيتذكر وده رغم ان هو اصلا جزء
جزء اساسي كبير جدا من القصه، اللي هو اصلا جون سينا اتحول هيل علشانه. فانت فين اصلا وفين جون سينا اساسا؟ اللي هو كود يوز هيطلع يتكلم مع نفسه ولا ايه؟ ديف ميلتزر قال لك انه عارف ومتاكد اللي هيحصل ورا الكواليس، بس مش عايز يقوله عشان الشركه هتطلع تكذبه وهتطلع تقول اي كلام تاني وخلاص. ولا لكن المشكله مع زاروك ان مفيش اي حاجه مؤكده معاه، اللي هو بيظهر وقت ما يظهر، ده غير انه ممكن يبوظ السيناريو كله وممكن يبوظ القصه كلها من الاساس. حتى كود يوز كان في مقابله كده وقال لك رب الفاينل بوس يتفرج على ريسل مانيا 41 ويمسح عرقه بالدولارات اللي معاه، واللي حق ده طبعا ان الموضوع هيبوظ قصته هو في ريسل مانيا وهيبوظ الموضوع كله والسيناريو وكل حاجه. لغايه دلوقتي مفيش اي حاجه بتقول ان هو هيظهر، ما فاضلش غير اسبوعين واسمه ما بيتذكرش، مفيش اي حاجه. ريسل مانيا يا عم، دي ريسل مانيا شكلها ضاعت مننا ولا ايه؟ جون سينا مش هيظهر تاني خلاص لغايه ريسل مانيا، وزاروك بيقول لك مش عارفين هيرجع امتى. طب ايه؟ طيب اجي نعمل البناء يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. هنشوف يا عم اللي هيحصل. طب معاك بقى حاجه تانية ولا نمشي؟ انا سامعك من الصبح وانت بتقول ان جون سينا مش هيظهر تاني، بس الكلام ده مش صح اصلا. ازاي يا عم؟ هم خلاص قالوا ان هم هيظهروا 3 مرات وخلصنا خلاص. لا يا معلم، خلاص الدبليو اعلنت لك ان هو هيكون موجود في سماك داون بتاريخ 18 ابريل اللي هو اخر عرض قبل ريسل مانيا. الكلام ده اكيد يعني؟ ايوه طبعا اكيد، ده رسمي من الشركه. الظاهر ان دي كانت خطه الشركه من البدايه، اللي هو عايزه تستفز الناس وبعدها تقول لهم هو هيظهر اهو. واكيد طبعا ظهور هيؤدي لبرومو بينه وبين كودي رودز اكيد، وممكن تحصل اي خناقه او مفاجاه او حتى تويست جامد. كلنا قاعدين مستنيين وهنشوف ايه اللي هيحصل. انت ايه رايك؟ انا تمام والله، ما فيش حاجه يعني، ماشي امشي بقى خلاص. لا معايا بقى خبر عن بول هيمن. بعد كل اللي حصل مع بول هيمن ده بصراحه طلع اخبار كبيره جدا عليه، والتوقعات كلها اصلا على بول هيمن، اللي هو الناس سابته من كل حاجه ومركزه معاه هو دلوقتي. كلنا طبعا عارفين ان بول هيمن قعد سنين طويله جدا مع رومان رينز، وبص كل مره بيقول لك ان انا ولائي كله لرومان رينز في الاول، يعني لا انا بحب رومان يا عم ماليش دعوه. ولو تلاحظ كده العدوه تقريبا مركزه اكتر على رومان رينز وسي ام بانك، وسيس رونز كده نوعا ما على جنب شويه، اللي هو العداوه الاساسيه مركزه معاهم هما الاثنين. وبعد اللي حصل من سيس رونز في عرض رو ده ممكن يؤدي لخيانه كبيره جدا في ريسل مانيا 41، لان في اخبار كتير جدا طلعت بتقول لك ان ممكن جدا 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 بول هيمن يخونهم في الاخر هما الاثنين رومان رينز وسي ام بانك، يروح لسيس رونز عشان يعملوا قصه جديده وعشان يعملوا صدمه للجماهير، اللي هو سيس رونز انا بقول لك محطوط على الهامش شويه، لا هو اللي هيبقى المصدر الرئيسي للمفاجاه. كلنا شفنا سيره القرن بتاع سيس رونز في ريسل مانيا 31، هل بقى ممكن يجيب سيره القرن برضه سيس رونز في ريسل مانيا 41؟ يعني هو هيخون مين مع مين؟ يعني هو بنسبه كبيره جدا ان هو هيخون مين مع مين لسه مش واضح، بس بنسبه كبيره زي ما بقول لك هيكون سيس رونز. يعني هو ببساطه ممكن يكون رومان رينز مع سي ام بانك، او يخون سي ام بانك مع رومان رينز، او يخونهم هما الاثنين ويروح بقى يتحالف مع سيس رونز، لان طالع اصلا كلام كبير جدا عن رومان رينز ان هو بعد ريسل مانيا هيختفي تاني، هيروح ياخد اجازه بقى كده، اللي هو اصلا طول عمره في اجازه. يعني رومان رينز بعد ريسل مانيا مش هيظهر تاني لفتره كبيره، وده بيفتح مجال بقى لاي حد تاني ياخد مكانه مع بول هيمن زي ما حصل مع سولو سيكوا السنه اللي فاتت. كلها 10 ايام وهنعرف ايه اللي هيحصل. طب يا معلم معاك حاجه تانية ولا خلاص كده؟ لا اتعشت على كده النهارده يا عم، ماشي غور في داهيه. وبس يا جماعه ده كان فيديو النهارده، اتمنى بجد يكون عجبكم. لو صدق كده خدنا اشترك في القناه واعمل لايك طبعا واكتب عليه شبه كده، وبس عايزين المشاهد سلام.